اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس؟ كنتمنى تكونوا كلشي لاباس. فيديو جديد واخيرا يعني بصراحه خدا مني يعني واحد المجهود كبير انني نقعد هاد الجلسه هذه راكم تشوفوها وكنهضر معكم. فالحمد لله على كل حال. هاد الفيديو هذا غادي يكون على زوج حوايج. اول حاجه وهو واحد الدواء غادي نشاركه معكم بالنسبه اللي عندها اللحم ديالها صعيب بزاف، يعني صعيب كنقولوا انها ما كتقدر تاكل حتى حاجه، اللي كتاكلها كتقياها، القلب ديالها طالع، ما كتقدرش طيب، ما كتقدرش تدور على دارها. فبصراحه هذا الدواء هذا نفعني بزاف، انا نفعني في هذه الحماله هذه. الحماله الاولى ما كنتش عارفته بصراحه، مشيت عند الطبيب ديالي وعطاني واحد الدواء اللي كنت كنشربه بحال ما كنشربوش، يعني نفس الاعراض، دائما طايحه، دائما في مكان نوضج. والمهم ديك الاعراض اللي يعني ليلك ونهارك غير كيف الاكتئاب، القلب ديالك مقلع عليك، يعني النهار كامل، النهار وليل، باغيه تاكلي، حاسه ان الجسم ديالك، ان المعده خاويه، ولكن ما كتقدريش. كنقول يا ريت لو كان هاد الدواء هذا عرفته في الحماله ديالي الاولى، لكن ماشي مشكل. هاد الحماله هذه نفعني بزاف، اللي غادي نشاركو معكم درك في الصوره، ما لان الا وريته لكم ها هو هنايا ما غاديش تشوفوا لان الكاميرا اللي قدامي كتبين داكشي بالمقلوب. انا غادي نجيب لكم الكاميرا خذوا واحد، ديروا واحد الكابتشر. فهذا الدواء هذا انا كي كنت كنستعملو فيه 15 ملغ، كاين 7.5. كان الطبيب خرج لي نتاع 7.5، يعني نشرب 3 حبات في النهار، لكن انا حسيته ما كافينيش، فخديت جيلي هذا لانه مجهد وبصراحه وقفني. يعني بقيت كناخذ وحده مع الصباح، واحد ربع ساعه قبل الماكله، 10 دقائق ما كاملاش، حيت لو كان ما ناكلش غادي هذا الدواء غادي نمشي نتقياه. يعني كنت صافي كنحس روحي راني باغيه ناكل، كنمشي ناكل، فبصراحه كان يحبس لي الشهيه، كان يحبس لي الغثيان. فالسبب الثاني واللي خلاني انني نغبر مده طويله وهو انه كنت كنبغي نصور وكانت عندي التريبي تهرست لي، فكل ما كنبغي نصور كتبقى تميل، كتبقى وصافي. وانايا نقدر نقول صافي حتى نشري ان شاء الله واحد تريبي، حتى نشري واحد تاع انا ندير الضو، الميكروفون، داك الحوايج كاملين باش نصور. وبقيت من بعد صافي حتى اكتشفت انني حملت بالتقيه، لانني هذا هو باش كنكتشف انني راني حامله. انا كنبدا نتقيا مع الصباح، ف اعراض خايبه بزاف ديال اللحم اللي فاتت عليا. واي وحده كتوحم كنقول لها راني حاسه بك. يعني هذاك الشيء راه ماشي ساهل، وراه كيحسوا غير مولاه. فهاد الدواء هذا الحمد لله نفعني في انني بقيت الماكله اللي كناكلها الجسم ديالي كيستافد به. يعني ما كنبقياش 10 دقائق مور الماكله او ملي كنشرب الماء، او يعني كنستافد بزاف. ياك عزيز بغيتي ديري كوكو، لا ديري كوكو. عفرا كبرت على اخر مره. عندك عفرا كبرت على اخر مره، راه مده طويله ما صورنا، يمكن هادي راها عام ولا. وي حبيبتي مامو وي مامو ها هي وعفراء. وصافي يعني هذاك الدواء نفعني انني بقيت يعني كنحافظ على الماكله. يعني ان اللي شي مره راه الانسان بالتقيه كتوصل له انه يبقى يتقيا الدم. فانا وقعت لي بزاف مع عفراء، ولكن الحمد لله انني
تعتقت في اخر لحظه، حيت اول مره كان عطاني الجينيكولوج كان عطاني واحد الدواء فيه الزنجبيل، فيه الزنجبيل واحد الفيتامين ما تصوروش. هذاك الزنجبيل كيقولوا الزنجبيل انه كيحيد الغثيان. شتو انا راني جربت كل شيء الوسائل، الزنجبيل، عصره الليم، اي وصفه قالوا لي ديريها على قبل الغثيان التقيه الا درتها، ولكن ما نفعوني حتى حاجه. حتى هاد الكبسولات هادو تاع الزنجبيل ما نفعونيش. مشيت عاوتاني هاد الطبيب قال لي يا ربي مشيت مشيت ليرجونس وقلت لهم اودي راه هو هاد الدواء هذا راه ما نفعنيش. عطاوني واحد الكنينه اخرى وقالوا لي غادي تنفعك. عاوتاني هاد الكنينه ما نفعتنيش اصلا، القابسه ديالها ما عرفتش بصراحه، مابقيتش عاقله على السميه ديالها، فمع يعني اصلا ما نفعتنيش. فمن بعد وليت مشيت عند الميدسان تريتون وقال لي راني عفراء. خليني نهضر عفراء، خليني نهضر نكمل وعاد وصافي. قلت له هذه ما نفعتنيش وخرج لي هذه الكنينه هذه. ملي خرجها لي وانا كل مره يعني كنجدد وغادي تسولوني بحال والو شحال ناخذ وحده. انا بصراحه المره الاولى ملي كان معزير عليا الحل بزاف كنت كناخذ وحده مع الصباح وحده مع العشيه، ومين كنحس روحي صافا يعني راني مزيانه يعني الماكله راه كتقعد لي كناخذ غير مره وحده في الصباح. هذا هو السيستم اللي كنت متبعاته. فيا ربي نتمنى انني يعني نفيدكم والله. يعني هذا الفيديو هذا والله الا درته واحد والمجهود كبير، نتمنى انه يفيدكم وان شاء الله كل وحده راه توحي مسكينه كتقيه ان شاء الله تشري هذا الدواء وترتاح عليه وتبقى الماكله اللي تاكل مسكينه كتجلس كتقعد لها في المعده ديالها وكتستافد بها. وكنقول لكم الله يفك حالكم على خير واللي والله يعطي الذريه الصالحه لكل واحد يا ربي كيتمناها. وبغيت نقول لكم بلي راني باغيه ان شاء الله نبقى ندير البرنامج غذائي. عفراء سيري تلعبي خليني نكمل باش ما نطولوش على الناس. عفراء شوفي راه كي تهزي لي التخيبي. شوفي شتي قلت لك قلت اسمحوا لي قلت لكم راني باغي ندير البرنامج يعني غذائي على حسب سكر الحمل. فانا راني بديت فيه، يعني بديت كنقيس شحال من حاجه، حيت راني قريبه ندير ديك التحليله ديال السكر، تحليله نتاع 6 شهور راني غادي نديرها ان شاء الله. هو بصراحه عطاها لي غير انا مازال ما تشجعتش. وي حبيبتي فغادي نبقى ان شاء الله غادي نشارك معكم. قولوا لي المهم في التعليقات الا بغيتو نشارك معكم يعني النظام ديالي الغذائي اللي راني كنديرو من الصباح حتى الليل صافي. وقبلوا عليا حيت راني عيانه بزاف والله. هاد الحمل هذا راني متاقله بزاف، قبلوا عليا. او والله الا توحشتكم ونتمنى ان شاء الله يا ربي ربي يقدرني انا نزيد كما نقولوا نتشافوا. عفراء تنتيا بغيتي تهضري يلا قولي لهم جا بغيتي تقولي لهم كوكو. قولي كوكو قولي كوكو. allez باي باي. allez dis à bientôt. à bientôt ولا à bientôt. ونصافي المهم ما نطولش عليكم بزاف، نشوفوا ان شاء الله واحد الفيديو جديد يكون حسن من هذا ويكونوا ان شاء الله فيه تحفيزات ونصائح ان شاء الله الحاملات واللي ماشي حاملات. المهم غادي يكون الموضوع نتاع ان اكل صحي متكامل لاي شخص بغى ينقص في الوزن ديالو او باغي يحافظ على الوزن ديالو او حامله وباغي يعني تحافظ على الصحه ديالها. ما عليا غير نقول لكم السلام عليكم.